يلا نعمل رز بلبن. حلو قوي وطعمه حلو جدا، احلى من بره بكتير، وعاملاه في البيت. شايفين الجمال؟ لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة، ويلا نعمل احلى رز بلبن في البيت. شايفين الجمال؟ حلو جدا وطعمه حلو قوي، وهيعجب الاولاد جدا. اول حاجة، حلة هحط فيها كوبايتين مية كده، واحط عليهم كوباية لبن. عندي كوباية رز غسلاها ونقعاها حوالي ربع ساعة. بعد ما اللبن والمية يغلوا مع بعض، انا حطيت الرز عشان ما يقعدش يستوي كتير. اقلبه تقلبتين كده ويغلي مع بعضه كده. زي ما انتوا شايفين كده، وهدي النار عشان اللبن ما يفرش، واقلبه برضو عشان ما يلزقش في الحلة، واغطيه واسيبه شوية. شايفين؟ اقلبه برضو. هو كده خلاص استوى، اصلا شكله باين اهو ونشف، والحباية بتاعته استوت خلاص. انزل بقى بالحليب. اللبن 2 كيلو لبن، نص كوباية الرز عليها كيلو لبن. كوباية الرز عليها 2 كيلو لبن. وعندي كوباية سكر. طبعا السكر ده اختياري، تحبي مسكر او سكره ناقص براحتك انتي، اختياري. واقلب كده عشان السكر يدوب. وعندي بقى قشطة، احط معلقتين قشطة، ان كانت بقى معلبة او طازة براحتك المتوفر عندك. واقلب كده عشان القشطة تدوب كده. طبعا انا مجهزة نص كوباية لبن، حاطة فيها 5 معالق نشا ومعلقتين كريم شانتيه. انا حطيتها دلوقتي واقلب كده بقى. ال5 معالق نشا مظبوطين جدا على 2 كيلو اللبن، وبيبقى الرز بلبن كريمي وحلو قوي. واقلب كده بالشكل ده كده عشان ما يعملش معايا كتل كده. ايدي فيه بقى لحد ما الاقيه ربط معايا. شايفين؟ هو بدأ كده يتقل اهو. حطيت ربع معلقة فانيلا واقلب فيه كده. شايفين تقل اهو؟ شايفين كريمي وجميل ازاي؟ ما شاء الله حلو قوي. شايفين؟ هو كده قوامه مظبوط جدا. اقلبه تقلبتين كده. شايفين تقل بقى حلو ازاي؟ بس هو كده تقل خلاص وبيغلي اهو. وطبعا النار هادية عشان ما يلزقش مني في الحلة. خلاص هو كده بقى جميل. هرفعه من على النار بقى خلاص كده. شايفين الجمال؟ ما شاء الله حلو جدا. هحطه بقى في البرام ده كده، عشان انا هحط البرامين دول في الفرن. هحمر وشهم بس، هولع الشواية بس وشهم يحمر. طبعا بيديله طعم تاني جدا اللي في البرام ده. واحط برضو في البرام التاني كده. هفتح بس الشواية، مش لازم اسخن الفرن ولا اي حاجة. انا عايزة بس وشهم يحمر. وافضي بقى كل الكمية بتاعتي كده في الاطباق بتاعتي. شايفين الحلة؟ مش لازق فيها اي حاجة. شايفين جميل وكريمي ازاي؟ وطعمه حلو جدا جدا. شايفين؟
ده بقى طلع من الفرن اهو، حلو قوي. طبعا حطي بقى اي مكسرات انت تحبيها. انا حطيت فستق، والتاني برضو حطيت عليه بندق وفستق واي مكسرات بقى انت تحبيها حطيها او المتوفر عندك. شايفين الجمال؟ ما شاء الله حلو قوي، وكان طعمه حلو جدا. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، وجربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة. وبألف هنا.